لسه بتجيب دكتور يزرع عندك في العياده يا دكتور؟ اظن ان خلاص الزمن ده المفروض يكون ولا وانتهى. دلوقتي حضرتك تقدر تتعلم زراعه معانا، وتقدر بدل ما انت بتجيب دكتور هو اللي بيعمل لك الزراعه، تقدر انت تعمل الزراعه بنفسك. خلينا نتفق ان انت ممكن تجيب المريض بتاعك ويجي يزرع معانا في دبلومه كبيره في برنامج كبير، وكمان المريض ده يقدر يشاركك جزء كبير جدا من تكلفه الدبلومه. وخلينا افهمك كمان ان الزراعه تعليمها عباره عن طريق ليرنينج باي دوينج، عشان الزراعه مش مجرد كورس، الزراعه عباره عن دبلوم او برنامج كبير. البرنامج ده لازم يشمل كل التفرعات او كل الفروع اللي ليها علاقه بالزراعه، زي الامبلانت، وهنا جايب لك دكتور محمد الزهوي يعلمك امبلانت وماينر سيرجري، زي البروسيزس وهنا جايب لك العالمي دكتور مصطفى نور، وده هيساعدك في الجزء بتاع البروسيزس. وما ينفعش تشتغل بروسيزس من غير ما تفهم يعني ايه اوكلوجن، وبالتالي جايب لك دكتور صامويل، وكل الكلام ده ازاي تطبقه ديجيتال جايب لك دكتور احمد رضا. وكمان انا معاك عشان اعلمك ازاي تماركت للشغل بتاعك، وازاي ان انت تستثمر في نفسك وتقدر تكسب ارقام محترمه جدا من خلال الزراعه. اي حد لسه ما دخلش عنده الزراعه في العياده بتاعته هو خسران كتير، لكن المشكله ان انت ما بتتعلم، انت ما ينفعش تتعلم بالكورسات العاديه ولا التقليديه. احسن برنامج انا عملته لك ازاي تعمل 100 زرعايه في خلال برنامج، وده ما تقدمش في حته قبل كده، وهتقعد معانا لمده سنه. في السنه دي احنا هنتابع كل حالاتك وهنكون جنبك من خلال فريق ايزي امبلانت. مستنيكم واشوفكم على خير.